نزلت النهارده اخد عربيتي، لقيت هايدي مطينه الدنيا وقال ايه عايزه تساعدني، وبدل ما كانت هتلمعها طينتها خالص. وبيني وبينكم كده دي مش شكل عربيه، فخدتها وطلعت على مغسله عربيات لناس صحابي وقلت له بالنص انا عايز العربيه دي تتحول 180 درجه. قال لي بالنص انت عقبال ما تشرب قهوتك هتبقى العربيه خلاص، وكمان غسيل بره وجوه، وكمان الشنطه ب 80 جنيه بس. قلت له ب 80 جنيه؟ انا بغسل بره ب 170. قال لي لا بره ب 200 وب 300 وارقام خياليه، انا بغسل هنا ب 80 بس العرض ده لمده 5 ايام عشان خالي. طب قلت له بعد الخمس ايام؟ قال لي ب 100 جنيه عادي. اما بالنسبه للسكوتر فعامل 40. وزي ما انت شفت كده بينضف كل التراب، بعد كده بيلمع التابلو والطاره وكل المخابئ اللي موجوده في العربيه. وانا كواحد بقالي 3 سنين بغسل العربيه بتاعتي في اماكن مختلفه، اول مره في حياتي اشوف واحد عنده ضمير كده. وزي ما انت شايف كده عندهم غسيل كيماوي وغسيل سجاد وغسيل عادي، وبعد ما بينضف ويلمع بيكيس كل الحاجات اللي موجوده جوه. وكده نقدر نقول العربيه ما فيهاش تربايه حرفيا، من فتحه التكييف للجلد لكل شيء. ونيجي بقى لاخر حاجه، غسيل العربيه من بره. اول حاجه بينزل التراب من كل حته، من تحت ومن فوق، بعد كده بيحط عليها شامبو لجسم العربيه بالكامل، وكمان بيكون مع الشامبو ده طبقه شمع عشان ما يخربش العربيه. بعد كده بيديها غسله حلوه، بعد كده بيجي في اخر مرحله بقى شاط في العربيه بالكامل من تحت ومن فوق. الراجل ده يا جماعه تسلم ايده، اقسم بالله مبدع. وبعد كده